لو انت مهندس شاطر وبتعاني مع عميلك المتعب، فتعال اعرفك على صديقك المهندس سعيد بن كاتب الفرغاني، مهندس بلقب صانع المعجزات، واشهرهم مسجد احمد بن طولون، مسجد الاساطير والمعجزات الهندسية. 5 اسباب تخلينا نقول عليه مسجد المعجزات الهندسية. لكن احب اعرفك يا صديقي على المهندس اللي طلع عينه مع احمد بن طولون. وفكرة انه مسيحي يبرع في العمارة الاسلامية دي يعني مسألة عادية جدا، وعندنا أمثلة أخرى كتير تقلل حالة الاستغراب عند بعض الناس. منها إن نجار الكعبة المشرفة كان كتابي يعني مسيحي، وهو بخوم المصري، ومن كنيته نعرف إنه هو مصري عايش في بلاد الحجاز. لجأ ليه أهل مكة لأنهم ما كانوش أهل بناء ولا أهل نجارة. وصانع باب مسجد السيدة زينب اللي موجود داخل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق يهودي. فما تستغربش قوي لما أقولك إن صانع أشهر أيقونة إسلامية مسيحي وهو المهندس المظلوم سعيد بن كاتب الفرغاني. اسمه منسوب لناحية فرغان، مركز ديار بنجب بمحافظة الشرقية، وبعض الكتب بتقول إنه منسوب إلى مدينة الفراجون، علشان كده ساعات بنقول عليه الفرجاني مش الفرغاني. ودي مدينة اختفت بالكامل وظهر مكانها اليوم مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. ندخل على أول معجزة هندسية في مسجد المعجزات، وهي طريقة البناء بالطوب الآجر أو الطوب الأحمر العادي المستخدم في البناء حاليا. وإيه الإعجاز في كده يا سيد بوبوش؟ أقول لك، لازم تعرف إن مسجد أحمد بن طولون تاني أكبر مسجد موجود في مصر بعد مسجد عمرو بن العاص، مبني على مساحة 6 أفدنة ونص، يعني حوالي 24 ألف متر. وبما إن في ناس هتحسب ورايا وهيقولوا لي 24 ألف متر غلط، هقول لك إن المسجد مبني بشكل مربع بطول 162 متر وربع في 161 متر ونص، وللمسجد 21 باب. برضه فين الإعجاز في كده يا سيد بوبوش؟ لما أحمد بن طولون حب يعمل مسجد يكون أيقونة حضارية وشاهد على دولته العظيمة، قعد مع مستشاريه، فكان رأيهم إن مسجد زي كده هيحتاج مبلغ ضخم، أولها علشان نقدر نجيب له أعمدة رخامية من سوريا وإيران زي باقي المساجد. لا، مش عاجبني الحل ده. طيب نخلع أعمدة فرعونية أو أعمدة الكنائس، ودي كانت سياسة متبعة وحصلت كتير فعلا في العمارة الإسلامية، خصوصا في دولة صلاح الدين الأيوبي واللي عملوا وزيره كراكوش في العمارة الفرعونية. أو الجامع الأزهر لما أخد أعمدة مسجد بيبرس البندجداري اللي في حي الظاهر. لا برضو. طب نعمل ايه؟ هنا يظهر اسم سعيد بن كاتب الفرجاني وهو داخل السجن. سجن ليه؟ هقولك، علشان نقدر نجمع القصة نرجع تاني لموضوع الطوب المعجزة. سعيد بن كاتب الفرجاني كان شغال في امان الله في مقياس النيل اللي في منيل الروضة سنة 864 ميلادية، وده كان كمان اهم انجازاته في عصر الخليفة العباسي المتوكل. فلما تولى احمد بن طولون حكم مصر، امر ابن طولون ببناء اهم منشأة، وهي قناطر ابن طولون وبير عند بركة حبش، علشان يوصل المية لمدينة القطائع سنة 873 ميلادية. سيبك من ان احمد بن طولون كان صاحب اكبر نهضة زراعية حديثة في تاريخ مصر، وهو صاحب الفضل ان القطن المصري يكون له سمعة عالمية وإنه يكون طويل التيلة، ونهضة زراعية كبيرة قوي قام بيها ابن طولون، فكان مهتم ببناء القناطر. المهم، وعمنا سعيد بن كاتب الفرجاني بيبني القناطر لابن طولون وخلاص قرب ينتهي من العمل، دعا ابن طولون وقال له تعالى بقى عاين العظمة اللي بعملها لك وشوف بنفسك، وبالمرة روق على الرجالة كده اللي شغالة. المهم ابن طولون ما كدبش خبر وراح يعاين، لكن حظ سعيد بن كاتب الفرجاني المهبب ان طبيعي موقع عمل بير مياه وقناطر يكون رطب ومليان طين، فغاصت فرس أحمد بن طولون في الطين ووقع ابن طولون في الطين. قالك بس سعيد بن كاتب الفرجاني عامل لي كمين علشان يتريق عليا باعتبار انه مسيحي ويحرجني، فأمر بشق ثياب سعيد وجلده 500 جلدة بالصوت ورماه في السجن، فرقع سعيد بن كاتب الفرجاني بالصوت. بعد ما كان المسكين مفكر انه هيجي يكافئه ويروق
ويروق عليه بشوية دنانير. طب برضه فين الإعجاز في طريقة البناء دي يا بوبوش؟ لما علم سعيد بن كاتب الفرجاني بحيرة مستشاري ابن طولون إنهم مش عارفين يخططوا لبناء المسجد، أرسل لابن طولون من داخل السجن وقال له أنا أقدر أعمل لك اللي أنت عاوزه، شرط تقول لي طلباتك في البناء وتبعت لي رقعة جلد أعمل لك عليها التصميم، وشرط تخرجني من السجن. وقد كان. أول حاجة قال له أنا عاوز مسجد كبير يبقى إن غرقت المدينة ولا تأتيه النيران إن احترقت، والأهم إن مش معايا فلوس. قال له بسيطة، يبقى إن غرقت المدينة يعني نعمل المسجد على مكان مرتفع، واختار قمة جبل يشكر بجوار بركة الفيل وهو المكان الحالي للمسجد. وده من أحد الأسباب اللي خلت الناس ما تصليش في المسجد أصلا، لأنه كان بعيد عن المدينة وفي مكان مرتفع، وسموه الناس المسجد الفوقاني. وأسباب أخرى هقولها لك بعدين لحد ما جه لوجين. هو حسام الدين لوجين، وده كانت حكايته حكاية في عهد المماليك لما فشلت مؤامرة قتل السلطان الأشرف خليل بن قلاوون اللي شارك فيها الأمير حسام الدين لاجين. هرب واستخبى داخل المسجد، ونظر لو ربنا نجاه من الموت هيعمر المسجد من تاني. والمسجد ده على فكرة كان خارب لفترات طويلة واتجدد أكتر من مرة، لدرجة إن بيبرس البندجداري كان عامله شونة للغلال. عمر المسجد تاني سنة 662 هجرية 1263 ميلادية، وعمل الممر اللي بين المأذنة والمسجد واللي دلوقتي معروف باسم ممر لوجين، وأجر شيوخ ومحفظين وعمر المسجد بعد ما كان حوله الظاهر بيبرس البندجداري زي ما قلت لك لشونة غلال سنة 1263 ميلادية. ما هو الناس مش عاوزة تصلي في المسجد ليه؟ مش سبب بس انه بعيد عن المدينة وفي مكان مرتفع، لا، علشان المسجد واسع علينا وفلوسك نجسة يا ابن طولون، جايبها من كنز المساخيط. مش بس كده، ده السيدة غضبانة عليك. ايه حكاية السيدة دي بقى؟ خلينا شوية علشان الموضوع ما يتشعبش مننا لأن التاريخ واسع قوي. طيب يبقى إن احترقت المدينة هنعمل فيها إيه يا مهندس سعيد؟ هبني المسجد بالطوب الآجر، الطوب الأحمر المضروب في النار، الطوب اللي بنستخدمه حاليا في البناء. ودي ثقافة هندسية أخدها سعيد بن كاتب الفرغاني من الصعيد وبلاد النوبة. طيب إيه الإعجاز في ده؟ ده أمر كان غريب جدا على هندسة العمارة الإسلامية اللي كانت بتعتمد على الطوب العجالي، الصخور اللي بنشوفها في أسوار القلعة وفي أغلب العمارة الإسلامية. ودي كانت عبارة عن صخور كبيرة الحجم وبتتحمل على عربيات تجرها العجول، علشان كده سميناها الطوب العجالي. وكانت المفاجأة ان دي افضل طريقة للبناء، كانت بتصمد في وجه النيران وكمان عوامل التعرية زي الرطوبة اللي موجودة حاليا في المسجد. وما ننساش فكرة المشدات اللي بتتعمل في العمارة في المرتفعات اللي بتكون زي مص للصدمات ورابط للحوائط، مص للصدمات اثناء الزلازل وللحروب. شايفين الفكر زمان كان عامل ازاي؟ تاني اعجاز في هندسة المسجد وهو سبب تسمية المسجد بالمسجد المعلق هو اعتماد سعيد بن كاتب الفرجاني على بناء الأعمدة من الطوب وليس الأعمدة الرخامية، وده وفر كتير في تكلفة بناء المسجد، وخصوصا ان في المسجد اكتر من 300 عمود الا عمودي المحراب واللي شكلهم غريب جدا بسبب التيجان الموجودة اعلى الأعمدة، والغريبة عن العمارة الإسلامية واللي شكلها جاية من ثقافة أخرى. والإعجاز الثالث في مسجد ابن طولون، تفتكر إيه أهمية صورة المئذنة على العملة المصرية؟ هل لأنه أثر إسلامي؟ أيوة طبعا أثر إسلامي، بس الأهم إنه الأثر الإسلامي الوحيد عالميا. وحيد عالميا إزاي يا بوبوش وهو شبه مئذنة سامراء؟ أقول لك تاني، قبل ما يصمم سعيد بن كاتب الفرجاني المسجد طبعا ابن طولون كان له طلبات في التصميم عرضها على مستشاريه، بس مستشاريه مش فاهمين دماغ أحمد بن طولون. في وسط الاجتماع ابن طولون جاب قصاصة من الجلد وفضل يلفها على صباعه وهو ساكت وسط دهشة مستشاريه. يعني بنكلمك في تصميم مسجد وقاعد تلعب بورقة على صوابعك، وهو كان معروف عنه الحزم ومش رجل مهزار، وفجأة نطق
أنا عاوز مئذنة شبه دي. مستشاري ظنوا إنه ما زال متأثر بثقافة سامراء، لأنه هو الوحيد في إخواته اللي أصلهم من قبيلة تغزغز التركية، واللي اتربى مع أمه قاسم في العراق. ولكن هنا سعيد بن كاتب الفرجاني حقق له حلمه وبناله المئذنة المخروطية الشكل، اللي كانت تاني أغرب تصميم لمئذنة مسجد. السلم بتاعها من الخارج مش من داخل المئذنة، بعد مئذنة سامراء، واللي اتهدمت أثر الغزو الأمريكي على العراق، فأصبحت مئذنة ابن طولون الوحيدة عالميا بهذا الشكل المخروطي. نيجي للمحراب، وليه سميناه محراب النمل؟ لما فرغ ابن طولون من بناء المسجد أمر حاشيته بسماع ما يقول الناس فيه من العيوب، فقال رجل: محرابه صغير، وقال آخر: ما فيه عمود. أنا مش عارف إيه صلة إن مسجد ما فيهوش عمود ما يتصلاش فيه. وقال آخر: ليس له ميضة. فبلغ ابن طولون ذلك فجمع الناس وخطب فيهم قائلا: أما المحراب فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خطه لي في منامي، وأصبحت فرأيت النمل قد طافت بهذا المكان الذي خطه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده يا صديقي ده تسمية المحراب بمحراب النمل. أما الأعمدة فإني بنيت الجامع من مال حلال وهو الكنز، وما كنت لأشوبه بغيره. حتة الكنز دي قصة طويلة، إن أحمد بن طولون لقى كنز فرعوني واستشهدوا إن لما غاصت قدم ابن طولون حفرت مكان كنز، لكن القصة التاريخية بتقول إن هي غاصت في الطين اللي كان حفره سعيد بن كاتب الفرجاني أثر البير. فأيهما أصدق خليها بعدين. وأما الميضة فإني نظرت فوجدت ما يكون بها من النجاسة فطهرته عنها، وها أنا أبنيها خلفه، وأمر ببنائها. يقال إن المسجد اتكلف 100,000 دينار، وده اللي طلبها منه سعيد بن كاتب الفرجاني. ووقت افتتاح المسجد صعد سعيد بن كاتب الفرجاني أعلى المئذنة خوفا من إن ابن طولون يسجنه مرة أخرى، وصاح بعلو صوته في ابن طولون قائلا: يا ابن طولون لا تأمر بسجني مرة أخرى. فأمنه ابن طولون وكافأه ب10,000 دينار. يعني بعد كل المجهود الجبار ده يا بوبوش ويديله مكافأة 10,000 دينار بس لسعيد بن كاتب الفرجاني؟ ما تستهونش بال10,000 دينار دول يا صديقي، لأن لو حسبناهم بالقيمة الشرائية بتاع يومنا هذا ف10,000 دينار يعادل 10 كيلو دهب عيار 24، يعني 45 مليون جنيه قيمة تصميم مسجد ابن طولون اللي اداهم لسعيد بن كاتب الفرجاني. يا ريته كان جلدنا انا يا شيخ. طيب يعني انت بتقول مسجد المعجزات الهندسية والاساطير، احنا فكرنا المسجد هيطير. بص يا صديقي، احنا بنتكلم في تصميمات هندسية ما زلنا بنشتغل بيها الى يومنا هذا، وكون انها اول مرة تستخدم في العمارة الاسلامية ده امر عظيم جدا. احنا بنتكلم في تصميم هندسي وبناء مر عليه 1147 سنة يا صديق، ولسه بالعظمة والجمال ده. وعلشان أقولك أهميته، مفيش سلطان أو ملك مر على المسجد ده إلا ووضع فيه كل طاقاته المادية في إظهار جماله، من أول الحاكم بأمر الله، ويليه المنتصر بالله سنة 1077 ميلادية، والوزير بدر الدين الجمالي، ويليه الخليفة الحافظ لدين الله سنة 1131 ميلادية، وبعده الناصر صلاح الدين الأيوبي، وبعده الظاهر بيبرس اللي حول المسجد لشونة غلال سنة 1263 ميلادية، والسلطان قايتباي، والناصر محمد بن قلاوون اللي بنى في المسجد منارتين على شكل اسطواني. الأولى اتهدمت في القرن ال13 هجرية، والتانية اتهدمت سنة 1933 ميلادية لخلل في الإنشاء والتصميم. حتى اللي رمموا في المسجد ما قدرتش تصاميمهم تصمد مقابل تصاميم سعيد بن كاتب الفرجاني يا صديق. وبعده الظاهر برقوق سنة 1390 ميلادية، ويجي بعده الشيخ شرف الدين المدني، ويجي من بعدهم محمد بيك أبو الدهب اللي حول المسجد لمصنع لعمل الأحرمة الصوفية سنة 1847 ميلادية. وحتى كلوت بيك
اللي حول المسجد لملجأ للعجزة سنة 1882 ميلادية، وكتير يا صديقي إلى عهد الملك فاروق سنة 1918. كل دول عرفوا أهمية هذه العظمة الهندسية يا صديقي، وكل سلطان منهم استغلها بشكل أو بآخر، سواء في إعمار المسجد أو تحويله لشيء آخر غير كونه مسجد. فده يا صديقي تصميم هندسي معماري أول مرة يمر على العمارة الإسلامية، ويكون أعظم ما صنع سعيد بن كاتب الفرغاني. أشوفك دايما على